عليكم ورحمه الله وبركاته. مع فيديو جديد على قناه ذا بيست فود او افضل الاكلات. ان شاء الله النهارده هنقدم لكم لسان عصفور مع خضار وشوربه ملوخيه. ومكونات لسان عصفور كوسه، بطاطس، جزر، كرفس، بصل وزبده. لو تحب تستخدم الزبده ماشي، او تستخدم زيت اوكي مفيش مشكله. وهنا المكونات ملوخيه، وده اليوم فراخ او شوربه فراخ، تومه وكزبره ناشفه عشان الطشه. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي هننزل حاطين البيون اهو، خليه يغلي وننزل الملوخيه بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. مش هعمل كل الكميه، ننزل بيها خلاص تغلي غلي. نكون جاهزين طاسه او حله تانيه نعمل فيها البيون. حطينا سنه زيت، نحط التومه بتاعتنا وسنه زبده، نحط التومه وبنلف التومه ولما التومه تدبل شويه او لونها يبقى ذهبي نهدي عليها النار عشان ما تسقطش قبل ما الطشه بتاعتنا تجهز. في ناس تحب تقطع فيها فراخ جوه الفراخ حسب ما تحب. في ناس تحب تعملها كده، في ناس تحب تعملها مع البيون الارانب. التومه بتاعتنا كده وننزل الكزبره بتاعتنا ناشفه زي ما احنا شايفين، ونلفها كده ونبتدي تلون كده بتاعتنا لونها كده يبقى جميل. نيجي نازلين عليها شوف الطشه كده نيجي ردينها في الحله، ردينها في الحله. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا بنفضل اكيد بفضلها مع رز بشعريه او حسب ما تحب، او رز ابيض. وبندق تستوي، عايزه ملح عايزه حاجه. طبعا عايزه سنه ملح صغيره، عايزه سنه ملح صغيره، ندي سنه ملح بسيطه كده وما نخليهاش تغلي قوي. بمجرد نزلنا بالطشه بندفع عليها ونركنها على جنب ونبتدي. ودلوقتي هنبتدي في لسان العصفور. نحط سنه زيت الاول، نحمر لسان العصفور بيبقى لونه ذهبي. نبتدي نحمر فيه على نار هاديه على ما يبقى لونه ذهبي، وبعدين نبتدي نوريكم الطريقه خطوه خطوه. وده الشكل المناسب او الذهبي للسان عصفور. دلوقتي هننزل بالبصل، وبعدين ننزل بالكرفس لو ما فيش كرفس مفيش مشكله، وبعدين ننزل بلون الفراخ او شوربه الفراخ، او لو تحب شوربه لحمه زي ما تحبي، او لو تعملوها بميه عادي زي ما تحبوا. هننزل بيها واحده واحده عشان محدش يتلسع. ايوه ننزل بيها كلها، ايوه. وبعدين نسيبها على النار. اما تستوي لسان عصفور بتنزل بالخضار واحده واحده حسب سواء كل حاجه. بعد ما استوى لسان عصفور بننزل بالخضار واحده واحده عشان يكمل سوا. النهارده قدمنا لكم كده دي شكل الملوخيه بعد ما عرفناها، لسان العصفور بالخضار. وانا ممكن اقدم معاه رز بالشعريه او سلطه خضراء، او يكون عجبكم
الاكل النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم الشيف هاني عبد القوي من قناه ذا بيست فود، وان شاء الله نقدم لكم حلقات جديده تعجبكم.